بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. كل عام وحضراتكم بخير. تقبل الله منا ومنكم الطاعات والعبادات، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى من علينا ببلوغ شهر رمضان الكريم، شهر الخيرات وشهر البركات، شهر الطاعات والبعد عن المحرمات. في رمضان تغلق فيه أبواب النار، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتصفد فيه الشياطين، وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، يا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. بيدخل علينا شهر رمضان الكريم وإحنا جميعا بيكون عندنا همة عالية جدا في الطاعات والعبادات، وبنعمل جداول كده كلنا بنقعد نكتبها: أنا ناوية أعمل إيه في رمضان، صلاة التراويح، القيام. كل واحد فينا فعلا بيبقى ناوي نية كبيرة جدا إنه يحصل على أكبر قدر يقدر عليه من الحسنات والمغفرة في هذا الشهر الكريم. وللأسف الشديد بنيجي بعد أول أسبوع كده من شهر رمضان نبدأ الهمة دي تفتر. مثلا بعض الستات تيجي تقول: أنا معلش النهاردة أنا تعبانة جدا، كان عندي عزومة مش هقدر أصلي تراويح. أو يجي مثلا: أنا مش هقدر أصلي السنن، خصوصا سنة الظهر لأنها يعني الأكثر. أو إن أنا مش هقدر أقرأ قرآن الجزء كامل، خليها المرة دي صفحتين. ونبدأ نتنازل 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 لحد ما نلاقي رمضان أصبحت أيامه شبيهة بالأيام العادية، وإن كان عند بعض الناس للأسف الشديد ممكن تكون أقل، نظرا لأنه مشغول جدا في العزايم، مشغول في الخروجات، مشغول بالتلفزيون وما إلى ذلك من الملهيات للأسف الشديد اللي بتكون في شهر رمضان الكريم. احنا بإذن الله نؤجر على النوايا اللي بنكون داخلين بيها هذا الشهر الكريم، ولكن السؤال المهم والشكوى الكثيرة جدا من نساء ورجال وناس كتير جدا جدا: ليه الهمة والعزيمة اللي بندخل بيها شهر رمضان بتبدأ تفتر تفتر لحد ما تبدأ تنتهي خالص؟ ازاي نفضل مستمرين طول الشهر الكريم من بدايته لنهايته على نفس الهمة والعزيمة، وازاي كمان نفضل مستمرين وثابتين على هذه الهمة والعزيمة في الطاعات والعبادات حتى بعد شهر رمضان الكريم، ونكون عباد ربانيين وليس عباد رمضانيين. إن شاء الله هترد على هذه التساؤلات معانا الأستاذة جيهان عقل، الباحثة والداعية. السلام عليكم يا أستاذة جيهان، وكل عام وحضرتك بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا ندى، جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة، جزاكم الله. ومرحبا بالمشاهدين الكرام. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا رمضان ويسلمنا إليه ويسلمه إلينا كاملا يا رب آمين. العالمين، مأجورين جميعا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. السؤال اللي بيطرح من ناس كتير جدا يا أستاذة جيهان، سواء كانوا نساء أو رجال، شباب أو ناس كبار: ليه نعم. الهمة اللي بنبدأ بيها شهر رمضان الكريم والعزيمة والطاعة وإحنا في حالة من الإقبال الشديد بتبدأ تفتر يوم في يوم في يوم لحد ما بنوصل للأسف بنلاقي المسجد في أواخر شهر رمضان الكريم يا أستاذة جيهان ما فيهاش حد؟ إن شاء الله ما يكونش كده أبدا بإذن الله، يعني إن ربنا شاء الله. يجعلها دائما عامرة بذكر الله ومليئة بالمصلين. يا رب، لكن اللهم خلينا امين. نقول إن شهر رمضان هو شهر ميقات الحب، ميقات القرب من الله سبحانه وتعالى. محبة قلب وأداء جوارح، أو صدق قلب وأداء جوارح. ودائما العلماء يقولون أن الإمداد على قدر الاستعداد. إحنا زي ما أنت قلتي بيكون داخلين جميعا لشهر رمضان، الخطط معدة، وما يعني ما أخدناش الوقت المناسب للإعداد في شهر شعبان. أحيانا الناس بتغفل شهر شعبان شوية، مع إنه شهر الاستعداد. إحنا نقول مم. رجب شعبان رمضان دول 3 شهور تعدي العدة إن أنت فعلا تطلعي من رمضان عبد رباني أو مم. أمة ربانية. مم. لأن التغيير يحتاج وقت. مم. إنما الناس اللي بتظن إن التغيير السريع وإن إحنا سهل بسرعة نغير نفسنا في وقت قليل، ده مش صحيح.
فاحنا بنقول إن شهر رمضان هو شهر الحب والقرب والعبادة من الله سبحانه وتعالى. ولما نتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه الذي وسلم. رواه عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أجيبه. فشوفي قد إيه ربنا سبحانه وتعالى خص الصوم وجعله عبادة لله سبحانه وتعالى. احنا بنقول دايما ان ربنا لما يذكر العبادات يذكر اجرها. اللي يقول التسبيحه دي ياخذ كذا، اللي يعمل العمل ويحافظ على صلواته تنهاه وله اجر كذا، الركعه بكذا في رمضان، واللي يصلي سنه ويحافظ عليها بفريضه. الا الصوم ربنا سبحانه وتعالى جعل اجره يعني عند الله سبحانه وتعالى، احتفظ بالاجر والجزاء انه هيكون عند الله سبحانه وتعالى. وذلك النسبه دي فإنه لي. شوفي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. النسبة الشريفة دي لله عز وجل في هذا العمل الطيب المبارك بيخلينا نعطي للشهر تقديسا وتعظيما وتشريفا. فإحنا عارفين إن إحنا داخلين على شهر، أو إحنا الآن في شهر مش زي كل الشهور. الأوقات معدودة، وربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن شهر رمضان قال أيام معدودات. بسرعة سبحان الله. 10 الأولى ثم بعدها يعقوبها تلاقي الناس بقى بدأت تستعد وخلاص شوية انتصف الشهر، قرب على الانتصاف، بعد قليل خلاص احنا في أيام الأخيرة وفي العشر الأخيرة من رمضان. فمحتاجين ان احنا لما ندخل في شهر رمضان لا نثقل على أنفسنا ونعمل خطط صعبة ان احنا ننفذها في الأوقات العادية، وخصوصا في الأيام اللي زي ما احنا شايفين الآن رمضان بيدخل كل سنة في مرحلة الدراسة أكتر. فهيصعب إن هتلاقي في من يعمل وملتزم بعمله، الطالب اللي بيذاكر وبيذهب إلى مدرسته، اللي عليه امتحانات، اللي الطالب الجامعي اللي عنده مطلوب منه مشروع تخرج أو كده. فكل هذه الأشياء بتخلي الإنسان يقول ده أنا الخطة اللي أنا داخل بيها شهر رمضان مش هقدر أنفذها. وهنا تبدأ بقى إيه، يبدأ يدخل في النفس اليأس والفتور، وتلاقيه يبقى لسه في أول 15 يوم في الشهر ويقول لا أنا ما عرفتش أستعد للشهر ده بشكل جيد، خليها رمضان الجاي إن شاء الله. رمضان الجاي نبقى نبدأ من أول وجديد بقى، هنبدأ من يوم السبت. صحيح. هذا الدين عظيم وشديد ولا يشاق الدين أحد إلا غلب. ابدأوا على يعني خلي الناس دايما يعني يقول لك مثلا أنا عايز أختم 10 ختمات في رمضان. لا، أنا ماشي اختم بالخير. المستكثر واللي عنده الوقت والقدرة يا سلام، أبشر بأجر عظيم عند الله. لكن أنا عارفة وقتي وعارفة طاقتي، والله سبحانه وتعالى في شهر رمضان والله يا ندى بالذات ماذا يقول؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دي الآيات اللي جت بعد الصيام على طول سبحان الله. فربنا يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. ربنا سبحانه وتعالى يريد بنا أداء عبادات صالحة خالصة لله سبحانه وتعالى بحضور قلبي. عايز القلب ده يكون حاضر معاكي، مش قاعدين يعني زي ما قلنا اللي مشغول وعنده دراسة وعنده عمل وعنده وقت قليل، فهو تلاقيه يسرع في القراءة من غير حضور قلب. لا بالظبط، بدون تدبر وبدون تركيز. هو الغرض عنده الكم وليس الكيف. كلنا عارفين ان رمضان شهر القرآن، شهر القرآن. عايزين بقى القرآن ده نعيش فيه، نلمسه، نعرض عليه قلوبنا ومشاكلنا وهمومنا، كل ده نعرضه على القرآن في هذا الشهر بالتأكيد. وهنلاقي فيه الحل يا أستاذة جيهان بإذن الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر فيه كل شيء. طيب احنا ازاي نعمل توازن يا أستاذة جيهان ما بين الأيام كلها؟ يعني مثلا في بعض الناس تقول أنا أول 10 أيام دول يعني أنا مش ببقى في همة قوي، أنا بركز جدا جدا في ال10 الأواخر لأن فيهم ليلة القدر. والبعض التاني يعني بيختار، يعني للأسف بنشوف بعض الناس بيبدأوا يختاروا هم هيكونوا بهمة وعزيمة في أي أيام من شهر رمضان. هم يعني نحسبهم إن هي نيتهم خير، إن هم عايزين يدوروا على أكبر قدر من الحسنات والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، ولكن هم مش عاملين توازن. فإحنا عايزين
ازاي نعمل توازن ما بين ايام رمضان كلها من 1 رمضان، احنا عدى كام يوم من شهر رمضان الكريم، ربنا يغفر لينا جميعا يا رب، من اللي عدى لحد اللي هيجي ان شاء الله لاخر يوم في رمضان، ازاي نوازن ما بين الايام دي كلها في الطاعة والعبادة، وما بين برضو لو عندي امر دنيوي خاص بيا. احنا بنقول ان في التزامات اساسيه في الحياه ما ينفعش ان انا يعني اسيبها او اتركها، ودي نقطه هامه جدا. وربنا سبحانه وتعالى فتح لنا فيها باب عظيم وهو باب النوايا. وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا كانوا تجار نوايا. مم. فانا النهارده رايحه لجامعتي او رايحه لمدرستي، اعتبر اقول يا رب نويت بهذا العمل الصالح في شهر رمضان أن يكون في ميزان حسناتي، أن يكون خالصا لك، أن يكون يعني أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما. تمام. المرأة تمام. التي هي تعمل هي أيضا تعود إلى بيتها، مطلوب منها إعداد إفطار أولادها، إعداد طعامهم، ترتيب بيتها. كل هذا أقول يا رب نويت هذا العمل لخالصا لوجهك الكريم. أننا اللي تقوم من يسعى على رزقه وعلى عمله وعلى رعيته، هذا من الأساسيات. وسبحان الله إحنا لما نتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم. وصحبه الكريم، نجد أن الغزوات كان معظمها في رمضان. الغزوات والحروب كان يعني هل معنى ذلك إن هم الصحابة قالوا لا يا رسول الله خلينا بقى نعتزل ونعتكف ونقعد كده نعبد ربنا في هدوء او وصمت نأجل الغزوات محدش؟ لبعد رمضان، وهل في اصعب من الغزوات والحروب اصلا؟ بالظبط. ده جهاد في سبيل الله. واحنا النهارده شايفين اخواننا في غزة واخواننا في السودان واخواننا في كثير من الاماكن، كلهم بيعملوا ايه؟ يعني كلهم بيجاهدوا ويقتلوا في سبيل الله وواقفين على يعني ارض المعركة، يبذلوا الغالي والرخيص في سبيل الله وهم في رمضان. فموضوع ان انا بقى اقول اصل الدراسة خدت مني وقت واصل شغل بيتي خد مني وقت، لا، استحضري النية. ومع ذلك ما ينفعش ان انا اترك نفسي لكل هذه الاعمال دون ان استثمر بعض الوقت ويعني اختلي مع الله سبحانه وتعالى في بعض الوقت، ان انا اؤدي ما علي من قراءة قرآن، من تدبر للقرآن، من ذكر، من دعاء. الدعاء في الأوقات المباركة، في ساعات الفجر، بعد صلاة الضحى. يعني أنا محتاجة أن أنا أقوم هذه النفس في عبادات كده. إحنا ممكن زي ما أنت قلتي في البداية نستثقل أدائها في الأيام العادية، لكن ده أنا عارفة أجرها العظيم في رمضان. بالظبط. في ناس ما بتحافظش على السنن، لا تعالي كده قولي أنا أدي 30 يوم مطلوب مني 12 ركعة كل يوم، ال 12 ركعة دي هتبني لي قصر في الجنة. يا الله. وإذا كان صلاة الظهر يعني زي ما حضرتك قلتي دلوقتي إن الناس تستصعب سنة الظهر، يقول لك أصل السنة 4 والظهر 4 وركعتين، لا قولي كده دي الغرفة الرئيسية في القصر. دي الغرفة الرئيسية في القصر، إن أنا ساعة ما أصلي لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ربنا سبحانه وتعالى يبني لي قصرا في الجنة. تعالي آخر اليوم يقولي الله النهاردة بنيت قصر في الجنة. أنا هدفي إن أنا أطلع ب12 قصر ليا في الجنة في رمضان. هتلاقي نفسك أنت. إحنا عندنا أوقات كتيرة جدا للأسف يا ندى بتكون مهدرة لو أحسننا استغلالها، ودي يعني يمكن نيجي عليها دلوقتي إن شاء الله في الأشياء اللي لابد لنا أن نتركها تماما ونهجرها، ودي تكون عبادة. ودي عبادة أيضا، وهي عبادة الترك لله. إن أنا أترك ما تهواه نفسي لله، أترك ما يضيع وقتي لله، علشان أقدر إن أنا أستثمر في هذا الوقت الطيب المبارك أكبر وقت يعود علي وعلى قلبي وعلى حياتي بالرضا إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى. طيب نتكلم عن الملهيات يا أستاذة جيهان. في بعض الملهيات بتبقى موجودة في شهر رمضان الكريم للأسف الشديد، بتلهي العباد عن المهمة الأساسية والرئيسية في شهر رمضان الكريم، وهي الطاعة والعبادة والتركيز. جل التركيز
مع رب العالمين ومع عباداتنا ومع طاعاتنا. ده هو شهر في العام، وكما قال الله سبحانه وتعالى أياما معدودات. ففي بعض الملهيات خصوصا بنلاقيها بتبدأ تتركز في العشر الأواخر من رمضان، وقبل ما ندخل عليهم هم بمدة احنا عايزين نتكلم عنهم بقى، وننبه كل اللي بيشوفونا من خلال البرنامج، وخصوصا شوية النساء لأن هم شوية بيتشدوا أكتر للملهيات دي. نتكلم نعم عنها وإزاي نبتعد عنها. نعم. هي للأسف الشديد إذا كان في رمضان قد سلسلت الشياطين وصفدت، فإحنا بنجد شياطين الإنس والعياذ بالله يعني يبذلون الغالي والرخيص لتضييع أوقات الناس. يأبون إلا إن هم كل شيء يعني يوضعوه للإنسان في رمضان عشان يضيعوا على الناس هذه الأوقات الطيبة. تلاقي مسلسلات في رمضان، فوازير في رمضان، برامج يعني مقالب وحاجات، مقالب ومش مقالب وتضييع للوقت. واحنا يعني الناس تترك نفسها لهذه الأوقات، تتسحب منها، تتسرق منها أوقاتها. هو عبارة عن إنه بيسرق وقتك، بيسرق هذا الوقت الثمين اللي المفروض إن احنا ما نضيعوش. فلا بد إن احنا بقى نستيقظ ونصحى لأنفسنا ونقول لنفسنا ايه اللي هيعود علينا. لو بعض الناس بيكون من المتابعين للمسلسلات في رمضان، فانا هقول لها اغتنمي رمضان ده ان انت تتركي هذه العاده، اتركي، قاطعي تماما المسلسلات في رمضان. طب اصلا انا ببقى يعني الواحد ساعات بيبقى عايز يسلي الصيام وبيبقى عايز يشوف حاجه تسليه. لا، انت رمضان ليس شهر التسليه ولا شهر السهرات ولا شهر الموائد ابدا. رمضان شهر الطاعات، رمضان شهر الطاعات. فالمفروض ان انا يعني اغتنم وقتي كله في رمضان. يبقى اقطعي المسلسلات. وحتى ده يا ستي لو انت بقى يعني مرتبطه جدا بالمسلسلات ومش قادره ان انت تتركيها، هقول لك خلاص انتظري لبعد رمضان. كل المسلسلات دي هتكون متاحه لما بعد رمضان. حتى هيجي لك التقييم، تعرفي ايه المسلسل اللي مش هتضيعي فيه وقت. هتبداي تقيمي تشوفي. وانا ولو ان ده اصلا يعني احنا المفروض نقلع عنه تماما سواء في رمضان او بعد رمضان. دي بدايه الاقلاع، دي بدايه الاقلاع. لما تكوني، احنا بنقول رمضان شهر عباده الترك، ان اترك لله، اترك اللي بيشرب سجاير يتركها لله. ده تدريب عملي ان هو يتخلى عن هذا الامر اللي هو متعلق به ويتركه لله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اللي بيترك شيء وهو نفسه ليه وهواه ليه يتركه لله سبحانه وتعالى، ربنا بيعوضه خيرا منه. يبقى دي بدايه ان احنا نترك مشاهده احنا قلنا اول حاجه في الملهيات يا استاذه جيهان هي التلفزيون والمسلسلات والسوشيال ميديا وكل اللي موجود عليها بياخدوا مننا وقت طويل جدا. طيب تاني حاجه ايه من الملهيات؟ انا عايزه بس اركز على نقطه. الناس اللي بتقول لك لا اصل انا مش هقدر اسيبها وانا متعوده على كده في رمضان ومش عارفه ايه. هقول احنا كنا متعودين على حاجات كتير جدا وتركناها لما حصل عندنا وعي وحصل عندنا ادراك لمين اللي بيعمل معانا كده. يعني احنا المقاطعه بتاعتنا لكل المنتجات اللي بتدعم اسرائيل، ايه اللي خلى المقاطعه دي تكون مؤثره؟ مع ان احنا كان في ناس في بدايه المقاطعه تقول لك ما بقدرش اشرب القهوه الا مش عارفه منين، ما بقدرش استعمل الهدوم، ما بتنضفش ابدا ابدا، والبقع ما بتطلعش الا من المسحوق الفلاني. حصل لكن لما حصل عندنا حاله وعي، حاله الوعي دي هي اللي غيرت نظرتنا للاشياء وخلتنا انتقلنا دلوقتي من موضوع المقاطعه للاستغناء، ان احنا استغنينا. فاللي يقول لك لا انا مش هقدر، لا هتقدر، ان انت تصنع عندك الوعي الكافي لان انت تترك هذه الاشياء، وتاكد انه مش هيفوتك شيء. النقطه الثانيه هي السوشيال ميديا. يعني احنا عايزين نرفع حمله كده مقاطعه السوشيال ميديا في رمضان. انا مش عايزه اتابع السوشيال ميديا في رمضان. الا برنامج قوارير يا استاذه جيهان، يعني نقطع السوشيال ميديا كلها بس هنتفرج على قوارير برضه هو نزل على السوشيال ميديا. هتيجي في النقطه الثانيه ما تخافيش، لان احنا بنقول، بس انا بقول على موضوع الريلز اللي هي عارفه انت بتبقي قاعده بتقولي ايه 5 دقايق وهشوف كده اخبار واقوم ساعه، تلاقي واحده فاتك ورا واحده، وتلاقي مره جالك موعظه، مره جاتلك ايه بصوت الشيخ المنشاوي، وبعدين جالك بعدها موقف يضحك، وبعدين جالك بعدها مش عارفه موقف يبكي. وتلاقي يعني كل العلماء النفس بيقولوا احنا بنعمل اللي احنا بنعمله في نفسنا ده، نعمل صدمات متتاليه. اصل لان مش من الطبيعي ابدا الانسان يكون بيضحك
وبعدين بعدها على طول يبكي، وبعدها يتضايق من موقف معين. فاللي احنا بنعمله ده غير ان هو ليه اثر سلبي علينا، هو عباره عن شيء بيسرق مننا وقتنا. ال 30 ثانيه بتاعت الريلز دي هي 31 ورا 30، وفجاه تيجي تبص على الساعه تلاقي اتسرق منك ساعتين 3. الساعتين 3 دول انا يعني حسبتها اكتر من مره. سوره البقره اللي هي اطول سوره في القران بتاخد 45 دقيقه بالتلاوه. 45 دقيقه. فانت كده شوفي ادي كام 45 دقيقه اتسحبوا منك. كم مره كأنك قرأتي سورة البقرة. نعم. ده تعالي اكتر بقى، انا لما اقعد كده حسبت مثلا الاستغفار 1000 استغفار بياخدوا مني في حدود ال 15 دقيقه. شوفي كم 1000 استغفار ضاعوا مني في رمضان. تمام. شوفي ان انا يعني وعلى هذا الشكل قيسي بقى الكثير من العبادات اللي ربنا سهلها ويسرها علينا علشان نستطيع ان احنا نؤديها في رمضان وفي غير رمضان، وضاعت مننا في هذه الاوقات. فانت هتلاقي ساعتين 3 من المسلسل الفلاني، ساعة أو 3 ساعات ولا 4 من السوشيال ميديا. كل الأوقات دي ردت إليكي. استفيدي منها في رمضان، استفيدي منها في رمضان، واستعيني بصحبة صالحة تعينك على الطاعة في رمضان، عشان تحس ان في معين. الصاحب الخير والصديق الصالح قالوا هو إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. وهو ده اللي أنا عايزاه. هتفق معاها إحنا هنفطر وأصلي المغرب ونقعد قبل صلاة العشاء إن شاء الله بربع ساعة نتوضى ونجهز وننزل نقابل بعض في صلاة التراويح. النهاردة بعد صلاة الفجر هنقرأ الختمة مع بعض. فتلاقي لازم يكون في صحبة تكون معينة علشان أبعد عن الملهيات دي. الحقيقة وقت البرنامج يعني قرب على الانتهاء، ولكن مش عايزة أنهي البرنامج مع حضرتك بدون نصايح مهمة جدا، خصوصا للقوارير، لكل القوارير اللي بيتفرجوا علينا النهاردة، لأن هم هنقول بكل حيادية هم الأكثر تعبا شوية في شهر رمضان الكريم، خصوصا أن هم بيكونوا صايمين، بيقفوا في المطبخ كتير، بيتعبوا الأولاد ومتابعتهم. فخلينا ننصحهم بعض النصايح خلال الشهر الكريم. النصايح دي تكون من بيوت أمهات المؤمنين ومن هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يؤجروا على التعب والمجهود اللي بيعملوه وما يضيعش منهم شهر رمضان الكريم. تمام. احنا ربنا يتقبل من كل من تفطر صائما، وكل أم وقفت ويعني أعدت العدة الدينية والقلبية ويعني استعدادها لخدمة أهل بيتها في رمضان. ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتها. لكن احنا كنا ورثنا كلمات قديمة كده، كانوا يقول لك رمضان متقسم 3: أوله مرق، وثانيه خلق اللي هو لبس العيد، وثالثه حلق يعني اللي هي ايه الكعك والبسكوت. احنا المرق اللي احنا اوله ان احنا بنطبخ، يعني المرق للشوربه. المرق اللي هي الشوربه بقى والعزايم وكده. والخلق الثانيه اللي هي الهدوم ملابس بقى. تنزل تدور على لبس العيد. واخر حاجه في العشره الاخيره الناس يعني تنشغل بالكعك والبسكوت. فاحنا عايزين نغير بقى، احنا عايزين نغير بعد الحروب اللي بتحصل وبعد الشهداء اللي بيحصلوا، لابد ان يحصل تغيير ووعي كامل. لا انا مش عايزه بقى، انا مش عايزه التقسيمه دي ساقطه عندي تمام. انا عايزه اوله هو عباده، واوسطه اجتهاد في العباده، واخره يعني خلوه واعتكاف وعباده. هو ده اللي انا عايزاه في رمضان. انا عايزه تحضير قلبي، انا عايزه ما فيش وقت اللي نصل رحمنا. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته ينادى انه فتح للناس ابواب كبيره جدا من العباده. تلاقي كل واحد بيستسهل عباده. واحد عباده الصيام دي هينه عليه، وهو كان هاجر للمصحف، يلا اقبل على المصحف، اقرا وتدبر واتلو. ولابد ان انت يكون لك ورد سماع وورد احفظي ايات بسيطه في رمضان. تعالى كده على النص الاخير من جزء عامه، او اللي عنده همه انه يحفظ اكتر، قولي انا مش هطلع من رمضان الا ب30 سوره قصيره محفوظه حفظا متقنا ان شاء الله. تعالي اجتهدي في الدعاء، ما تضيعيش لحظه من لحظات رمضان بدون دعاء. ابني اللي تعبني ادعيه، زوجي اللي انا يعني انا وهو دايما شادين مع بعض ادعيه،
وأدعو الله سبحانه وتعالى يهديني لي ويهديه لي. صلة الرحم اللي أنا قطعها أدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلني من وصيل الرحم. آمين. أبواب الخير إن أنا أكون واصلة للخير ويعني ويستخدمني لخدمة دينه ولا يتركني لنفسي والهوى ونفسي وشيطانها. كل الأمور دي عندك أي شيء ترغبي إن ربنا سبحانه وتعالى يقضيه حاجتك في رمضان، ادعي ربنا سبحانه وتعالى باستمرار. إن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا. فلابد إن إحنا نكثف الدعاء. ما تضيعيش أوقاتك في 600 برنامج تقولي أنا عايزة أشوف البرنامج ده والبرنامج، لا، حددي ليكي برنامج واحد. وأنا دايما بدعو بناتي وأخواتي ركزوا على القرآن في رمضان، ركزوا على تدبر الآيات، ركزوا على إن إحنا نقرب من قرآن ربنا أكثر في رمضان. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أيوة، عبادة حضور القلب. أو ألقى السمع وهو شهيد على نفسه وشهيد على النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها عليه وأحضرها ليه. كل هذه لا تستهيني بأي عبادة. ركعتين صلاة الضحى اللي احنا بنكون يعني أحيانا نقصر فيهم في غير رمضان، خليكي ملتزمة بيهم في رمضان. ربنا سبحانه وتعالى يعني ما التزم عبد ب4 ركعات من صلاة الضحى إلا كان في ذمة الله طوال يومه. كلها عبادات سهلة، التسبيح والصلاة على الرسول والاعتكاف، حتى التفكر والتدبر. إن أنا أقعد كده ويعني أهدي نفسي وأسكت ذلك الضجيج اللي حولي وألتزم بالعبادة وأجتهد قدر الإمكان مع الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. بشكر حضرتك في النهاية الأستاذة جيهان عقل، الباحثة والداعية، على وجود حضرتك معنا. ومرة أخرى كل عام وحضرتك بخير والأسرة الكريمة. ندعو الله سبحانه وتعالى جزانا وإياكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات والعبادات. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا نساء ورجالا بأن الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا الشهر الكريم، شهر القرآن. زي ما قالت ضيفتنا الفاضلة، هو شهر القرآن، كل دقيقة فيه أغلى من أي دقيقة في أي أيام تانية. لازم نكون عباد ربانيين وليس عباد رمضانيين. لازم نستغل هذا الشهر الكريم في الطاعة والعبادة، ونحاول قدر المستطاع نوازن من أول يوم لحد آخر يوم، وندعو الله سبحانه وتعالى إنه يعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونخلص النوايا ونجدد النوايا، خصوصا إحنا النساء في أي وقت بنتعب فيه وبنجهد فيه، نية إطعام الصائمين، بنية حسن التباعل، أي نية بإذن الله هتؤجري عليها، خصوصا في شهر رمضان إن الحسنات بتكون مضاعفة. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وحضراتكم بألف خير. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.